لو انت بترضعي ابنك وفجأة اكتشفتي ان انت حامل فالفيديو ده مهم ليكي. اول حاجة، هل آمن ان احنا نكمل رضاعة مع الطفل اللي بيرضع؟ ده بيعتمد على عدة عوامل. أول حاجة، لو الطفل أقل من 6 شهور فأنت لازم تكملي الرضاعة الطبيعية. تاني حاجة، لازم تاخدي غذاء صحي متوازن ويكون بكمية سعرات أعلى من اللي انت كنت بتاخديها، لأن كل من الحمل والرضاعة اللي يستهلكوا سعرات حرارية أكتر. عادة التغيرات الهرمونية اللي بتحصل للأم الحامل بتأثر على كمية اللبن وبتأثر على طعمه، فبالتالي عند النص الثالث من السابع والثامن والتاسع بتتغير كمية الحليب الأم وبتغير طعمه، بيبقى مور سولتي اللي هو طعمه مالح شوية، فالطفل من نفسه ممكن يسيبه. لو هو هاي ريسك بريجنانسي أو حمل خطر، فالرضاعة ممكن تسبب انقباضات في الرحم، لأن في هرمون اسمه الأكستوسين بيفرز أثناء الرضاعة، بيسبب انقباضات في الرحم. فساعتها تستشيري طبيب النساء هيقولك إذا كنتي تكملي رضاعة ولا لأ، وهل هي آمنة على الحمل ولا لأ. لازم تراقبي وزن الطفل اللي بيرضع علشان تتأكدي ان هو بيحصل على غذائه كامل وان هو بيكبر مش متأثر بالحمل الموجود حاليا.